الدرس الثاني. سنتعلم في هذا الدرس وضعية اليد اليسرى، استخدام الإصبع الثاني والثالث على وتر اللع، تمارين على وتر اللع وتمارين شاملة. أولاً، وضعية اليد اليسرى. يجب أن تكون الأصابع منحنية مع عدم ملامسة باطن اليد زند العود، مثل وضعية مسك الكرة سي شيب. يجب العزف بأطراف الأصابع مع مراعاة عدم ثنيها، ويجب أن تكون الأظافر قصيرة. يجب أن يرتكز الإبهام خلف الزند على شكل قوس. يجب إبقاء الأصابع قريبة من الأوتار أثناء العزف. يجب أن يكون الإصبع الأول السبابة مقابل الإبهام تقريباً. يجب أن تكون الذراع بعيدة عن الجسم وأن تأخذ شكل مثلث وألا تكون مرتكزة على الفخذ. يجب أن يكون الرسغ للأسفل والأصابع قريبة من الأوتار. ترقيم أصابع اليد اليسرى كما هو موضح بالرسم الآتي: يرمز للسبابة بالرقم 1، للوسط بالرقم 2، للبنصر بالرقم 3، وللخنصر بالرقم 4. المصطلحات والرموز: يرمز عند الضرب على الوتر المطلق أي بدون استخدام الأصابع بالرمز 0. يرمز للإصبع الأول بالرمز 1، الإصبع الثاني 2، الإصبع الثالث 3، والإصبع الرابع 4. ويرمز لثبات الإصبع بالرمز الموضح بالجدول. النغمات على وتر اللع.